بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة في شوية أخبار كده رياضية، وإن شاء الله تبقوا مستمرين معانا في القناة، وهنستمر معاكم بإذن الله في القناة الرياضية بتاعتنا ياسر محرز سبورت. وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا قناة تانية خاصة بالتغذية العلاجية والتغذية الصحيحة والأكل الصحيح والحاجات دي كلها، اسمها ياسر محرز، يا ريت بقى نشترك فيها بإذن الله تعالى. نبدأ بقى أخبارنا الرياضية النهاردة كان في مباراة بين فاركو والمقاولين العرب. الحقيقة المقاولين ماشي مع الكابتن شوقي غريب بصورة كويسة جدا. فاركو نفس العملية، ماشيين كويس جدا مع الكابتن طارق العاشر. الحقيقة يعني ما اتهزمش ولا ماتش من ساعة ما مسك الفرقة، تعادلات وفوز. النهارده المقاولين كان متقدم 1-0. عبد الرحمن جبنه بتاع المقاولين بيرفع كوره من ناحيه اليمين، ما اعتقدش انه قاصد يعني، فقلشت وراحت نازله ساقطه في الجون في الزاويه البعيده، بقى 1-0. الشوط الثاني الحقيقه فاركو جاب جونين وفاز 2-1. والجون الثاني كان ضربه جزاء في الوقت الضايع، تقريبا في اخر حتى الوقت الضايع، وفاز بيه 2-1. كان في ماتش تاني بين سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي. البنك الاهلي اتقدم بجون لكريم بامبو. بعد كده صلاح محسن نزل بيدرب سيراميكا، على فكره معين الشعباني اللي هو المدرب التونسي الشهير، احنا عارفينه يعني، كان ماسك المصري قبل كده. صلاح محسن نزل عمل الجون الاولاني للعيب تونسي بيلعب في سيراميكا، والجون الثاني جابه صلاح محسن هو، والماتش انتهى 2-1 لسيراميكا كليوباترا. طيب هنيجي بقى لخناقه لجنه التخطيط وكولر. لجنه التخطيط زعلانه جدا من كولر ان هو ما بيقدرش يحافظ على الفوز في المباريات، خصوصا في اخر وقت في المباراه. بيبقى انت غالب وفاتح الملعب طوالي، مش قافل الملعب، ما بتحافظش على الجون او الجونين اللي انت جايبهم. والراجل عنده فلسفه زي معظم المدربين الاجانب، اللي هي الهجوم على طول، مفيش حاجه اسمها اركن الدفاع ورا ونركن الاتوبيس والكلام ده. لكن انت عندك القماشه الموجوده في مصر هنا، او لعيبه المصريين غير اللي بره اللياقه بيقدروا يروحوا ويرجعوا وكده. وانا قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات ان في هدف الداخليه اللي جه ما كانش فيه ارتداد من لاعبي الوسط موجود، او الجماعه المهاجمين اللي قدام كله واقف. الهجمه ارتدت 3 لعيبه من فاركو وخلصوها في 3 نقلات. والهجمه دي اتكررت قبل الجون ده ما يجي يمكن 3 4 مرات، وبتوع الداخليه اتسرعوا وضيعوا الهجمات دي. الموقف ده اتكرر مع فلامينجو في كاس العالم للانديه، مع ريال مدريد انت مغلوب 2-1 قدام اعظم فرقه في العالم، وفي الوقت الضايع تنهار ويجي فيك جونين برضه وتخلص 4. نفس الحال مع فلامينجو، انت غالب 2-1، ضيعت ضربه جزاء وجبت عليك ضربه جزاء، وديانج لعب كره للخلف جت جون، ففجاه بدل ما كنت غالب 2-1 وشريف ضيع جون طبعا كان هيبقى 3-1، اتغلبت 4-2. حصل مع الداخليه مع سان داونز كمان، اتاخرت شديت ولعبت وجبت جون واتعادلت واتقدمت، ناقص 5 دقايق مش عارف تحافظ. سان داونز برضه سرقك، وبنفس العمليه اللخبطه بتاع الدفاع كده. يعني تلاقي لعيبه الاهلي في الدفاع بقى لهم فتره عارفين عاملين زي الفراخ الدايخه كده، يعني حنكشها وبتاع، حاجه تجنن. يعني اذا كنتوا انتوا المفروض انتوا نادي الزمالك العمود الرئيسي للمنتخب القومي، وحالكم بالشكل ده، يبقى حال المنتخب ايه؟ حاجه فضيحه يعني. فرجت الكوره يعني غضبانه من كولر على سياسته اللعب المفتوح. طب ارجع قفل او حافظ على الجون اللي انت جايبه. وبعدين حتى يعني المفروض كاهلي يعني يبقى زي كومباكت، زي الشيخ طه ما بيقول كده، رايحين جايين مع بعض، مش الاقي الدفاع ورا هو والشناوي وبين خط الدفاع واخر لاعب في الملعب الثاني بتاع 60 70 متر، وده كله فاضي. الهجمه المرتده بتيجي علينا بيبقى بجون او بتشكل خطوره، واحنا شفنا الكلام ده كله يعني. طبعا دي مشكله مع كولر، وبيناقشوه فيها وبيتكلموا فيها، والكابتن الخطيب غضبان جدا على فكره، واحتمال يبقى في اجتماع مع اللعيبه بكره او بعده يعني. بنسبه كبيره ايمن اشرف وربيعه مش هيكملوا في الاهلي بنسبه كبيره في الموسم اللي جاي يعني. طبعا كده ايمن اشرف من ساعه ما كولر جه ما لعبش ولا مباراه خالص ولا دقيقه. وربيعه الخطا الساذج اللي عمله ده يعني، ده انا لو بلعب هعرف احجز على المهاجم رشيد ده. على فكره بالمناسبه انتوا عارفين رشيد ده بتاع الداخليه جاي بقد ايه؟ العقد بتاعه شارينه بقد ايه هم؟ ب $5000. 5000 مش 500,000، 5000. احنا عندنا الاهلي والزمالك بيجيبوا لعيبه بملايين، واخرهم برونو سافيو
في الاهلي، وفي الزمالك سامسون اكينيولا وابراهيم نضاي، بيدفعوا ملايين، مليون ونص و2 مليون دولار، ولاعيبه نص لبه كلهم يعني، ما لعبوش في كفر ابو جمعه يعني. فحاجه عينين الاهلي والزمالك في الافارقه بقى لهم فتره وحشه جدا 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 يعني، وبيضحك عليهم. سلام حفيظ مدير الكره في الاهلي الحقيقه عامل عقوبات كبيره جدا جدا على اللعيبه. على فكره في اللائحه بتاع الاهلي لو خسروا الدوري في عقوبات هتمس العقود نفسها، اللعيبه ماضيه على اللائحه دي. لو خسروا الدوري ده لثالث سنه هيبقى في عقوبات او خصم من العقود نفسها، مش بقى خصم 100,000، لا في العقد نفسه. واخد مليون هياخد مثلا الا ربع مليون وهكذا يعني. ده بالنسبه للنادي الاهلي. طب في خبر كولر كمان غضبان جدا. لو لاحظنا بعد مباراه الداخليه هو اتاخر على المؤتمر الصحفي بنص ساعه، المفروض الماتش بيخلص المؤتمر بيبدا. ليه؟ اول مره بقى دخل غرفه خلع الملابس، وحتى الناس بره بقى سامعين خبط، هو مش بيخبط في اللعيبه يعني خبط على مكتب او على ترابيزه ولا حاجه، وصوته كان عالي جدا، كان غضبان بطريقه بيقول لهم دي اسوأ مباراه انا لعبتها في حياتي عليه هو. قال عاملين تجروا ورا الكوره، مفيش تنظيم لا دفاعي ولا هجومي ولا اي حاجه، ومفيش حاجه بتتنفذ. وقال انا مش هقول مين كان حلو ومين كان وحش، انا بيتكلم في العموم. وقال ده تحذير اخير للفرقه كلها، اللي مش هيأدي الفتره دي هيستبعد نهائي. تحذير اخير، لان الوضع مش مستحمل. هتبقى في افريقيا انت وضعك مزنوق اساسا في افريقيا، انت والزمالك يعني، يا قلب لا تحزن. يعني هم بيقولوا واحد اعور وواحد عمل، ده الاثنين عمي اذا كان الاهلي ولا الزمالك. حاجه مسخره يعني. انت اتحطيت في موقف صعب جدا في افريقيا، والزمالك انيل منك. وادي قطبين الكره المصريه. قطبين ايه؟ احنا بنلعب حكشه. نشوفوا الماتشات بتاع اوروبا ويقول لك قطبين ايه؟ شوفوا الكوره في اوروبا عامله ازاي. الكوره مش في اوروبا، شوفوا الدوري السعودي والمنتخب السعودي. الخليج كله دلوقتي اتقدم عننا بسنين ضوئيه. ملاعب نظيفه جدا، حكام ممتازه جدا، تصوير ممتاز جدا. مش هنا زي ما يكونوا بيصوروا بكاميرا موبايل في الماتشات، الملعب ضلمه وما تشوفش الكوره. حاجه محترمه. احنا رجعنا ورا سنين ضوئيه عن الناس دي. الاداره الرياضيه في مصر عاوزه تتنسف، عارف انسف حمامك القديم ده. لازم المنظومه الرياضيه في مصر يعاد تشكيلها من اول وجديد. طيب في خبر بقى ما يزعلش الزملكاويه يعني، هو لسه سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه الاثنين عقدهم ينتهي نهايه الموسم ده، يعني يحق لهم التوقيع دلوقتي لاي نادي. سيب اسامه ابن اسامه نبيه على جنب يوسف. سيف فاروق جعفر الوكيل بتاعه عرضه على النادي الاهلي. على اساس انه اخر الموسم بعد الموسم يخلص يرجع الاهلي. اما الزمالك عرض على الولد ان هو يجدد له عقده، قال لهم ده احنا في وقت زنقه وانا مركز مع الفرقه وعاوزين ننتشل الفريق، وما رضيش يجدد مع الزمالك لحد الان. خد بالك قد يكون الولد ما يعرفش حاجه عن الوكيل، قالوا للاهلي الوكيل عاوز يسوق وعاوز يجيب لي الولد احسن حاجه، وتفاجئ ان سيف مجدد مع الزمالك وفضل في الزمالك. بس بقول لحضراتكم الخبر اللي ممكن يحصل، ان الوكيل بتاعه كلم ناس مع النادي الاهلي في النادي الاهلي ان هو يضم سيف فاروق جعفر، خصوصا ان عقده هينتهي نهايه هذا الموسم. يعني الاهلي مش هيدفع حاجه لنادي الزمالك، اللي هيبقى فري. لا النادي الاهلي ما اداش جواب، بس هو المعلومه جت ولسه ما فيش رد رسمي من النادي الاهلي باه او لا يعني. طيب الجماعه بتوع الزمالك الحقيقه الموجودين دلوقتي بعد حبس مرتضى منصور في قضيه السب والقذف بتاع الكابتن محمود الخطيب بيعملوا حاجات غريبه قوي. مطلعين بيان النهارده ملوش اي 30 لازمه. لازم التكاتف والجماهير معانا. الجماهير تعمل لكم ايه؟ ده حكم محكمه والراجل بينفذ حكم المحكمه بشهر سجن. واللائحه بتاعتكم الاسترشاديه اللي انتوا كنتوا عاملينها ومجلس مرتضى منصور كان عاملها، ان اي عضو ياخد حكم نهائي بات بتشطب عضوياته. وسيمان وهدان طالع يقول لك ده لو غاب مرتضى منصور النادي فيه 100 مرتضى منصور. يا سيدي بلاش الكلام اللي بتدغدغ بيه مشاعر الجماهير ده. في لائحه هتتنفذ. وزاره الشباب والرياضه ادتكم مهله، عينوا حد منكم يبقى قائم باعمال رئيس النادي لحين اول جمعيه عموميه في الانتخابات. هم ما تفهمش في ايه يعني. هتستمروا على كده المجلس ده كله هيتحل وهتتعين لجنه، والزمالك يخش في دوامه بقى، عارفين العشريه السوداء دي بقى، وتخش بقى في لجنه بتاع لجان في الجان وبتاع وهلم جره يعني. ميدو النهارده في البرنامج بتاعه الحقيقه مسك لعيبه الزمالك غسلها. بيقول لهم بقى ايه يعني بالحرف كده، انتوا ما عندكوش نخوه. هتقولوا فيريرا السبب
اسماعيل يوسف السبب، ده فيرا بيغير مركزنا من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. قال لهم ده كلام فارغ، خليكم رجاله والعبوا باسم تيشيرت نادي الزمالك. ده ميدو اللي بيقول، وتيشيرت نادي الزمالك تقيل ولازم تلعبوا برجوله، ده حتى لو عم رأفت بتاع الليمون بيدربكم هتلعبوا احسن من كده. ده ميدو اللي بيقول برضه، بيقول لهم لو عم رأفت بتاع الليمون، ما اعرفش مين عم رأفت بتاع الليمون ده هيتلعبوا احسن من كده. فنازل فيهم نازله ما يعلم بها ربنا. الزمالك عنده ماتشين يعني في منتهى الصعوبه، يوم الجمعه مع بيراميدز، يوم الثلاث مع الترجي هنا في بطوله افريقيا، بيراميدز في الدوري، والثلاث مع الترجي التونسي في بطوله افريقيا. بخصوص بطوله افريقيا والكلام عن افريقيا، يعني احنا عارفين الاهلي كان مقدم احتجاج للاتحاد الافريقي على اللي حصل في السودان، اما الدكتور بتاع الهلال السوداني ضرب محمد عبد المنعم بازازه البنج في وشه ورش على وشه تاني بعد الماتش بنج على وشه. وعلي لطفي اما اتضرب مرتين، مره على وشه ومره مؤاخذه على قفاه من واحد من الاداريين بتوع الهلال. واما دخلوا اوضه اللبس بعد الماتش لقوا ميه الصرف الصحي مغرقه اوضه اللبس بتاع الاهلي. الاهلي قدم احتجاج للكلام ده كله، وكان المفروض ما فيش جماهير، كان في جماهير موجوده في الاستاد. فلجنه الانضباط اجتمعت امبارح على فكره في الاتحاد الافريقي وطلعت قراراتها، هي خدت القرارات بس ما اعلنتش عنها، بعتتها للامانه العامه للاتحاد الافريقي وهم هيعلنوها. الاتحاد الافريقي اللي هيعلنها، ممكن تكون خلال الساعات اللي جايه دي يطلع عقوبات بقى على الهلال، وممكن تبقى في على الاتحاد السوداني كمان، من بقى نقل المباريات بلعب بدون جمهور، لغرامات ماليه، لمعاقبه للدكتور اللي بتاع الهلال السوداني. هنشوف الكلام ده كله هيتم فيه ايه. كولر عاوز جناح، عاوز مهاجم طبعا شيء مفروغ منه، وعاوز كمان صانع العاب، كمان صانع العاب هو اللي هيحدد. هو بيجهزوا من دلوقتي عشان ما يجوش نهايه الموسم ونعمل زي فتره الانتقالات الشتويه اللي قاعد فاكر المسرحيه، قاعد يفكر ويفكر وما زال يفكر، وكل شهر ضاعوا ما جابوش حد لا مهاجم ولا يحزنون. والامن وافق على 10,000 متفرج او مشجع من الاهلي هيخشوا للاهلي في ماتش القطن باذن الله تعالى يوم السبت، هيبقى الساعه 6 على استاد السلام. الاهلي طلب، كان الحاج عامر حسين رفض تاجيل ماتش المقاولين لانه الاهلي هيلعب القطن السبت، المفروض حاطين المقاولين في النص كده زي الخازوق كده، وبعدين هيطلع منه من الاستاد على جنوب افريقيا يلعب سان داونز. فالاهلي طالب تاجيل المقاولين، ده طلب رسمي من الرابطه في اتجاه دلوقتي. كنت قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات الحاج عامر حسين رافض، بس في اتجاه ان ممكن يتاجل ماتش المقاولين عشان الاهلي يقدر يريح ويقدر يسافر ويعمل المعسكر بتاعه هناك. والاهلي هيطلع من سان داونز، هيلعب القطن هنا، هيلعب القطن الكاميروني هنا، هيطلع على سان داونز في جنوب افريقيا. من سان داونز الاهلي مش جاي القاهره، لا هيطلع من سان داونز، هيعمل معسكر يوم او اتنين هناك، ويطلع من هناك على الكاميرون في جاروه اللي هيتلعب فيها ماتش القطن الثاني. يعني ده كان اللي عندنا النهارده في الاخبار الرياضه. بشكر حضراتكم جدا، ارجو حضراتكم تشير اللايف والاشتراك في القناه. احنا رجعنا تاني للقناه باذن الله، ومش هنقطع عليكم باذن الله في القناه الرياضيه بتاعتنا. بشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.